القاهرة تقدم استوديو 2. استوديو 2. رؤى، أفكار. حوار ممتد. استوديو 2. عين ترصد وأخرى تحلل. استوديو 2. مشاركات، مناقشات في مختلف الموضوعات. استوديو 2. أهلا بكم واستوديو 2 وفريق عمل يوم الاثنين. عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، هبة فؤاد في الإخراج، ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا بكم ولقاء يتجدد وحروب الجيل الرابع. على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع، مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. بالفعل معنا الآن الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك زميلتي. منورنا دايما. وحروب الجيل الرابع بنحارب الشائعات من خلال هذا البرنامج يوم السبت ويوم الاثنين، ولكن النهارده الاثنين بنفتح الباب لكل المستمعين يشاركونا. طبعا المستمعين أو الجمهور أو الجماهير أو المواطن المصري هو الشريك الأساسي في المسألة، الشريك الأصلي في معركتنا ضد الشائعات والأكاذيب، هو الجندي الأساسي في المعركة ضد إعلام الشر، فلازم يبقى موجود برأيه ولازم يبقى موجود بصوته. عشان كده بنفتح نافذة يوم الاثنين للسادة المستمعين عشان نعبر عنهم ونحشدهم كمان في السكة، ويعني في سكة وطنية واحدة معانا. وطول ما الإعلام شغال لمدة أسبوع كامل قبل يوم الاثنين في معارك بشتت جهود الناس وبشتت وعيهم وبشتت عقلهم وبشتت جهودهم، احنا بنحاول في خلال الوقت اللي المتاح لينا يوم الاثنين ان احنا نوحدهم في موضوع واحد. صحيح. النهارده او زي الحمله يعني المشبوهه ضد جيش مصر جنودا وضباطا وقاده، احنا النهارده عايزين من الساده المستمعين رساله قصيره ومقتضبه وتلغرافيه للجيش المصري. يحبوا يقولوا ايه للجيش المصري؟ احنا في انتظار اتصالاتهم، وبنستاذن زي ما تعودنا كل يوم الاثنين نستاذن الاعزاء المستمعين اللي عنده شكوى يتفضل يا اما يبعتها لنا على جروب البرنامج او يسيب رقم تليفونه في الكنترول وانا هكلمه بعد الحلقه. صحيح. ويدي فرصه للي عايز يبعت رساله لجيش مصر، يعني تبقى المساحه متاحه عليه. إذا ماذا تريد أن تقول في رسالة لرجال الجيش المصري جنود وضباط وقادة؟ ننتظر مكالمتكم أعزائي المستمعين على 1120، وأيضا خدمة الرسائل القصيرة 9110، وتكتب رقم 3 بالإنجليزي قبل كتابة الرسالة النصية. دولامين ودولامين دول عساكر مصريين، دولامين ودولا دولامين دول أولاد الفلاحين، دولامين ودولامين دول عساكر مصريين، دولامين ودولا دولامين دول أولاد الفلاحين، دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي، دول الورد الحر البلدي يصحى يفتح تصحي يا بلدي، دول خلاصة مصر يا ولدي، دول عيون المصريين، دولامين ودولامين دول عساكر مصريين، دولامين ودولا دولامين دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز، دول القوة ودول العز يهدوا الغالي مهما يعز، هز يا دفعة هلالك هز واحنا وراك ملايين جايين، دولامين ودولامين دول عساكر
دول مين ودول مين استاذ احمد؟ طبعا كل جندي بيسمع للاغنيه دي بالتاكيد بتاثر طبعا. في الله يرحمهم نفوسه. احمد فؤاد نجم وكمال الطويل وسعاد حسني. طبعا احمد فؤاد جميلة. نجم يعني ختم حياته عاشق للجيش المصري، فضل معارض طول عمره، لكن جه في اخر سنه واخر سنتين كان في المعسكر اللي فيه المصريين كلهم، اللي هو الدعم للدوله المصريه والجيش المصري. الله يرحمه ويرحم كمال الطويل طبعا. احنا محتاجين اللي لحن اغلب اغاني ثوره محتاجين الملحنين والمؤلفين المصريين يحشدوا كلهم يحشدوا في النقطه دي. طبعا في اكيد موجود أكيد. ولكن عايزين بدرجه اعلى. أكيد. معانا تليفون استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. اهلا بك يا فندم. نتعرف بحضرتك. انا اسمي عبد الرحيم علي يا فندم. اهلا اسكندريه. رسالتك يعني ماذا تريد والله يا فندم انا نفسي اقول تلغرافي بس جدا. الجيش المصري ده شرف لاي حد، والجيش المصري دوت مش محتاج حد يمدح فيه، لان احنا كنا في حرب اكتوبر السلاح عندهم كان فارق، بس الجندي المصري فارق عن في حاجات كتير جدا. فاحنا ونفسي حد يتكلم عن البطل ابراهيم الرفاعي يا فندم، نفسي حد يطلع يقول نبذه عنه لان ده بطل بجد. صحيح. طبعا. احنا في البرنامج العام لينا مسلسل عن البطل ابراهيم الرفاعي، وبالتاكيد يعني تابعنا، اكيد هنذيع قريب خاصه مع دخول شهر اكتوبر وشهر الانتصارات، تابعنا وبالتاكيد سنذيع. احنا بنشكرك جدا يا فندم. شكرا يا فندم. استاذ احمد، طبعا رسائل كتيره وصلت لنا النهارده وفي تليفون. طب نستمع طيب التليفون الاول. الو، مساء الخير. النور، المواطنه المصريه اللي بتحب بلدها ورئيسها وجيشها وشعبها وشرطتها. اهلا وسهلا. عرفتني يا مدام ميادة؟ من دمياط. ايوه احلى، بس احنا من الكوره بقى، الناس اللي على قد حالها، بس نبدي بلدنا باي حاجه. احسن ناس. الله يبارك. احنا بيدتهم على دماغتنا من فوق. نحميهم بعينينا وبقلوبنا، ده اولادنا. انا ما اتجوزتش وما خلفتش، بس دول عيالنا كلهم. يحميهم ربهم، يحميهم رب العرش العظيم اللي لا يغفل ولا ينام، والاراجوز اللي اسمه يوسف ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احنا بنشكرك جدا يا احنا مع بجشنا وشفتنا. حضرتك ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم. عرفتني بقى؟ احنا عايزين نعرف اسم حضرتك، كل مره تقولنا المواطنه من دمياط، بس احنا اهلا الاسم بشرى، بس عشان اني مصريه بحب وطنيتي. حياتنا كل اهل دمياط. اهلا بيكي. احنا بنشكرك جدا جدا استاذ احمد، يعني امرأة مصرية من قرى في دمياط، بسيطة جدا ونقية جدا، وعندها وعي كمان. شوف قد ايه وعيها عامل ازاي، اكتر من كتير مثقفين واكتر من كتير معاهم شهادات عليا ومعاهم دكتوراه. لا ومتابعة للاخبار متابعة للاخبار، لكن يعني طاقة وطنية جبارة يعني. صحيح. احنا جات زي لنا كل اغلب ستات مصر كده، أيوة خصوصا في الريف. ضروري الست المصرية هي الأسد يعني. ليس هناك أفضل مما قاله الرسول الكريم، فهم خير جنود الأرض، أنتم فعلا خير أجناد الأرض. صدقت يا رسول الله. ده كلام المستمعة أمال حسين. وسهام صبري بتقول تسلموا لمصر يا أعظم ما أنجبت مصر، فأنتم خير أجناد الأرض، الأبطال الأحرار البواسل المخلصين الأوفياء الشرفاء الأقوياء الوطنيون، حماكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. برضو المرأة المصرية سهام صبري. محمد سعيد بيقول ربنا يحميهم ويحفظهم ويعينهم، هم حماة الأرض والدين، هم الذين يحاربون الإرهاب. وأيضا الكثير من الرسائل. دينا سعيد بتقول الله يعينهم ولا يعين عليهم أحد وينصرهم، وكل سنة وهم طيبين ولأهلهم يرجعون. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذنا الأستاذ الكبير أحمد رفعت، ربنا يبارك لك. أهلا بحضرتك فندم. أنا الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري، مركز دشنا وحافظة قنا. أهلا يا مولانا، أحسن الناس يا فندم. الله يخليك، ربنا يخليك ويخلي الأستاذة ميادة ويخلي القائمين على هذا البرنامج. شكرا يا فندم. الرسالة اللي بوجهها يا أستاذ أحمد للجيش المصري، بقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى أعز مصر بجيشها، أعز مصر بأولادها وحبايبها اللي دافعوا عنها وضحوا بدمهم وشبابهم وأولادهم من أجل رفعة هذا الوطن. بقول لهم اللي عاوز يشوف الشهيد الحي عمي عبد الجواد، اللي يمكن حضرتكم استضفتوه مرة هنا في الإذاعة. البطل المصري اللي كان في معركة الصقر للشهيد عبد المنعم رياض. الله، شوف الراجل آخر كلمتين أنا سمعتهم منه بيقول أنا فاضل لي إيد وعين، فدول هضحي بيهم برضو من أجل مصر لو احتاج الأمر. ربنا يبارك لجيش مصر ورئيس مصر وأولاد مصر. وأي إشاعة ثقوا تماما المغرضين لن ينالوا من مصر ولا من جيشها
شيء إلا كزوبعة في فنجان. شكرا فضيلتك، كتر خيرك. بشكرك جدا يا فندم. قد ايه كرة مصر يا استاذ احمد مختلفة يعني النقاء كله زي ما حضرتك شايفه فضيلة الشيخ واللي قبله. لسه البلد بخير، لسه الحمد لله. حتى كمان فاكر قصة الشهيد الحي البطل عبد الجواد، رغم ان القصة طبعا من سنة 69 من بعد الثأر للشهيد عبد المنعم رياض بأيام، وكان في إصرار على الثأر ليه، وتم طبعا دي قصة طويلة ممكن نحكيها بعدين. صحيح. بس الحمد لله لازم الناس تبقى عارفة ان الشهيد عبد المنعم رياض خدنا حقه في نفس الأسبوع تقريبا. صحيح. احنا معنا تليفون تقريبا في نص دقيقة عشان موجز الأنباء. مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. ايهاب يا فندم. اهلا بيك. رسالتك النهارده لابطالنا الجيش، جنود وضباط وقاده، اتفضل. والله يا فندم انا عايز اقول لحضرتك ان على سبيل المثال حرب اكتوبر دي حرب حقيقيه احنا بتجاهلنا فيها، والمعالجه الدراميه، انا زعلان من الدراما جدا. ليه؟ ابتدت تتحول الحرب دي، هتبتدي تتحول لوهم، بينما في امريكا يا عيني عليهم الوهم ممكن يتحول لحقيقه. حضرتك عندك حق، هم طبعا عملوا افلام، سلسله افلام رامبو حتى على هزيمتهم في فيتنام وحولوها الى بطوله يعني. ايوه يا فندم، ايوه الفيلم اكتر من رائع، الفيلم اكتر من رائع، بينما احنا البطولات بتاعتنا اقوى بكتير من فيلم رامبو. الواقع بتاعنا واحد من عبد العاطي اللي دمر 30 دبابه 27 طلقه بازوكا، اذا كان ده يعني الرقم ده اذا كان صح، ازاي ما يتعملش افلام عن الناس دي؟ ازاي ما تملقوناش فخر وفرحه بجيشنا؟ ازاي الدراما؟ وبالمناسبه الفيلم لو اتعمل دون المستوى يبقى قلته احسن. لازم يتعمل فيلم على مستوى افلام هوليوود، لازم. وعندنا نقدر نعمل بدل الفيلم 100. وشكرا لك. احنا عندنا ابطال كتير، احنا بنشكرك جدا يا فندم. الدراما ليها دور مهم جدا يا استاذ احمد، بس لازم ندي برضه للاذاعه حقها، لان هي الوحيده اللي عامله شغل في افلام وثائقيه على قد امكانياتها. في افلام وثائقيه ان شاء الله، وعمل اعمال كثيره ستتابعونها ان شاء الله على موجات البرنامج العام قريبا جدا في شهر اكتوبر. تابعونا. بنشكر استاذ ايهاب. احنا بنشكره جدا. احنا موجز الانباء الان موعده، نواصل بعده حروب الجيل الرابع. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته بالجلسة الرابعة بقمة مجموعة ال20 بالصين أن مصر كانت ولا تزال جسرا للتواصل الإيجابي بين إفريقيا والعالم. الرئيس يؤكد استمرار العمل في مشروع إنشاء الطريق البري بين مصر وجنوب إفريقيا مرورا بعدد من العواصم الإفريقية، ويشدد على أن قناة السويس الجديدة ساهمت في دفع حركة التجارة الإفريقية مع الأسواق العالمية. المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ترحب خلال لقائها بالرئيس السيسي في الصين بتوصل مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع نظيره السعودي على هامش قمة ال20 عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. مفتي الجمهورية يجيز لذوي الاحتياجات الخاصة لبس الحذاء الطبي أثناء تأدية مناسك الحج. وزارة الإسكان تعلن طرح 5400 وحدة سكنية بمشروعي مدينتي وامتداد الرحاب بالقاهرة الجديدة اعتبارا من أكتوبر المقبل. لجنة التحقيق الفنية في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء العام الماضي تنهي المرحلة الأولى لعملية اصطفاف حطام الطائرة. مقتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة باليمن في قصف لطائرات بدون طيار استهدف مواقعهم بمحافظة مأرب وسط اليمن. ارتفاع حصيلة التفجيرين اللذين وقعا قرب مدينة طرطوس الساحلية في سوريا إلى 30 قتيلا و45 جريحا. الرئيس الصيني يؤكد التزام بلاده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. الولايات المتحدة تدين قيام كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ باليستية قبالة سواحلها الشرقية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. أكاذيب وحقائق، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. عاش
الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي حروب الجيل الرابع معكم على هواء البرنامج العام من القاهرة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الآن معنا في الاستوديو. يستمع إليكم رسالة إلى الجيش، رجال الجيش المصري جنود وضباط وقادة، بعد طبعا شائعات مر الأسبوع اللي فات. حملة ملهاش علاقة على فكرة بأي حدث، هم بس الأحداث بيخلقوها وبيصنعوها، أو بيبقى في حدث هم بيطوروه وبيشوهوه وبيحاولوا يوجهوه في سكة يعني التربص بالجيش. الجيش المصري ولاده بنطبطب على جيشنا، شعبنا بيطبطب على جيشه وولاده دلوقتي وجنوده وضباطه وقادته، وبيقول له احنا وراك. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، وعايزين يعني اكبر مشاركه حتى اذا ما كانش هنا يبقى على كل حد على صفحته، على 1120 ورقم تليفون، على اتصالاتنا، على الفيسبوك، على كل مكان، كل الناس تساهم. يعني رجاله الجيش يا استاذ احمد هم ضباط وقاده وجنود، اولادنا، جيراننا، اصحابنا، اهالينا، مفيش فصل، يعني كلنا لا خالص طبعا. هم على فكره برضو في اعلى مراحل، يعني اعلى معنوياتهم دلوقتي. انتصارات ساحقه في سيناء، نوعيه الاسلحه اللي جت، يعني ما شاء الله نمسك الخشب. ترتيب الجيش المصري في تصاعد معروف يعني. ست الفريق سيد صبحي في روسيا، واعتقد انه هتبقى يعني زياره مهمه، يعني اذا رصدنا بس لما تنتهي ان شاء الله هم يعلنوا بقى عنها. إذا رصدنا يا أستاذ أحمد الأيام اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت وإنجازات أو تسليح الجيش وما جاء إليه من طائرات للرافال أو غيرها من العتاد العسكري، إذا رصدناه كده دلوقتي إحنا ومستمعينا بيسمعونا لا كنا لازم الناس تبقى عارفة إن كان محظور على مصر نوعية معينة من الأسلحة، خصوصا الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. كان دايما الأسلحة اللي بنجيبها أسلحة دفاعية قادرة إنها تصد هجوم، وكمان هجوم بدرجة يعني محددة، وكان سوق السلاح عليه محاذير كتير. الحمد لله احنا كسرنا هذا الحاجز دلوقتي، وعندنا أسلحة هجومية كتير، ناس عارفة طبعا وبقيت حافظة. يمكن لأول مرة المصريين يبقوا حافظين أنواع الأسلحة اللي عندهم، من الرافال إلى المدمرة الفريم إلى حتى الأطفال يا أستاذ أحمد. دلوقتي حافظين. معنا تليفون. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ أحمد رفعت السميادة في شاوي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أحمد حسني الوادي الجديد. مبرور، ذنب مغفور، ولمصرنا الأمن والأمان والعزة والكرامة إن شاء الله. أنا سعيد إن حضرتك أستاذ أحمد رفعت جبتوا لنا بانوراما الجيش، الحماة، العزة، الكرامة. الله يكرمكم. خلي بالكم، هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال خير أجناد الأرض، هو ده رجما بالغيب؟ لا والله، لا والله. لما ربنا سبحانه وتعالى فوق 7 سماوات قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. امنين بايه؟ بالجيش العظيم، بالشعب البطل. هو ده كلهم عارفين قصه امبراطوريه رمسيس الثاني، قصه وامبراطوريه تحتمس الثالث، حتشبسوت وقوتها البحريه. عارفين ان في عبد الناصر هيجي، السادات هيعبر ويغير الهزيمه الى نصر زي ما قال استاذنا حلم، ساحق مدمر. هزم الصهاينه؟ لا. هزم الصليبيين؟ لا. ده هزم كمان معاهم الامريكان اللي هم اهل العتاد والمعدات، والليبرتي اللي كانت بتتجسس على السواحل المصريه وعلى الشواطئ المصريه من اجل عيون الحلاليف الصهاينه. الكلام ده عارفه استاذ احمد رفعت، اذا كنت انت حضرتك بعيد عنه واستاذ امانياته وما حضرتش هذه الايام. لا، ده جيش مصر عظيم اللي طهر سينا، وباذن الله اللي دخل الحياه المدنيه وبيعمل اعمال ميدانيه خلاقه مدنيه ابدا ما اتعملت من قبل ولا حد يعملها من بعد. بارك الله حماة مصر، وربنا يجعلهم كده دوما في عزه وكرامه وبطوله ورفعه.
ومن ذهب منهم فقد ذهب شهيدا الى الله بندعو له بجنات عدن. ومن كان جريحا وعندي جرحى هنا ابطال عبور على ارض الواحات الخارجه والداخله والفرافره وبلاط وباريس، احنا مننا ما بنقابلهم بنحطهم على الاعناق لان دول العزه والكرامه، واللي راحوا بالسلامه احنا بنحطهم على الاعناق لان دول الرايات المرفرفه. خلي بالكم نقطه ومعلومه الاستاذ احمد رفعت ما اعرفهاش ولا حضرتك ولا الكثير. لما تسلقنا الساتر الترابي في عبور 73 مع سيادة رحمه الله عليه وجيش مصر العظيم، خلي بالكم احنا هنا اهل الواحات اهل جبال وورود وتسلق نخيل، فكانت النخبه الاولى والطلائع الاولى اللي سلقت الساتر الترابي ومعها المعدات شامله كامله ومدافع الاكتاف كان من ابناء الواحات، لان هم خير من تسلق الجبال والورود والنخيل. معلومه لكم محدش يعرفها منذ حوالي 50 عام. تحيه لاهل الوادي وشباب الوادي. واحنا قلنا قبل كده انه الوادي اول اقدام نزلت عليه سنه 57 بعد اعلان اكتشاف الوادي الجديد، او اعلان ان في وادي اخر في مصر يواجه وادي النيل. نعم. كانت كتيبه سلاح المهندسين، حضرتك طبعا اكيد برافو يا فندم، برافو الله يكرمك. والعبور بس الناس كلها بقت عارفه بقى انه تم تجربه يعني موضوع الساتر الترابي وان مواتير الميه يعني تدمروا. تم التدريب عليه اكثر من 300 تجربه قبل العبور. نعم. كل التحيه لحضرتك. وحضرتك الطليعه الاولى ابطال الوادي الجديد خير المتسلقين اللي عبروا السواتر وفتحوا السواتر للدبابات وللمشاة وللكباري فوق المياه. اشكرك وتحيا مصر بجيشها وشعبها ورئيسها وبكم باذن الله. شكرا والسلام عليكم. عليكم السلام.